الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء أن رجلاً كان يتبع سفيان الثوري فوجده ينظر أبداً في رقعة يأخذها من لبنة فينظر فيها، فأحب ذلك الرجل أن ينظر ماذا مكتوب في هذه الرقعة، فوقعت في يده، سقطت من يد سفيان فوقعت في يده فقرأها فوجد فيها مكتوبا: سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل، سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. هذا الأثر فيه درس عظيم نستفيده بعنوان الإكثار من أن نذكر لقاء الله جل وعلا، الإذكار من أن نذكر الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فنعم عباد الله. وقبل ذلك سفيان الثوري ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، وقال عنه: هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق، شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه. الثوري الكوفي أبو عبد الله المجتهد، ولد في سنة 97 للهجرة، وطلب العلم وهو صغير فاعتنى به والده، وكان والده من العلماء المحدثين. توفي في سنة 61 و100، وله من الأشياخ 600 رحمه الله تعالى، وأسكنه الفردوس الأعلى، وهو من صغار التابعين. فهذا سفيان العالم الرباني والزاهد الورع الذي ملأ الخوف من الله قلبه فأقض مضجعه، يعلمنا درسا عظيما أننا نكثر من ذكر لقاء الله جل وعلا. فتأملوا إلى هذا العالم الرباني حتى وصل به الحال أن يكتب في رقعة، يكتب كتابة ويقول في هذه الكتابة: سفيان يسمي نفسه يذكرها: اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل، فيضعها في لبنة، وإذا مضى من ذلك الجدار استخرجها وذكر نفسه بها، وفي جيبه، وكلما مضى نظر إليها. لذلك قال ذلك الرجل الذي كان يتبعه ويمشي معه، قال: ينظر إليها أبداً، يعني دائما يطالع النظر فيها، كلما مضى نظر، يذكر نفسه لقاء الله جل وعلا، يحملها على الطاعة وعلى الانكفاف عن المعصية وعلى البعد عن الظلم والأشر والبطر والكبر والعجب وغير ذلك مما يكون سببا لعقاب الله جل وعلا.
فكتب لنفسه هذه الورقة وهذه الكتابة يذكر نفسه بلقاء الله جل وعلا، ما يدل على شدة خوفه من الله جل وعلا، وله خوف عجيب وعظيم كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله: كان لسفيان الثوري كان له خوف يعني مزعج، كان له خوف مزعج عظيم، حتى أن الناس يرونه من شدة خوفه كأنه بين يدي الله للحساب. وكان سفيان رحمه الله تعالى يقول: وددت أن خفف عني هذا الخوف الذي في، فإني أخاف على نفسي أن يذهب عقلي، فإني أخاف على نفسي أن يذهب عقلي. وكان رحمه الله إذا نام استيقظ بعد ذلك من نومه فزعا وهو يقول: النار شغلني ذكر النار عن النوم وعن الشهوات. ومن هذا الباب ما كان عليه السلف من التذكر للقاء الله جل وعلا وأمر الآخرة، ما حصل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان مرة في حائط بستان وليس عنده أحد، فسمعه أنس بن مالك وهو خلف الحائط ويروي لنا هذا الأثر. قال: فسمعت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول وهو في الحائط: عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك الله، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك الله. ومن ذلك أيضا ما حصل لعبد الله بن المبارك الإمام العالم الرباني الذي قيل فيه لم يفته من الخير والأعمال الصالحة إلا الصحبة، وإلا فأعماله في القمة رحمه الله تعالى. كان يوما في بيت مع أصحابه فطفئ السراج، فانشغل بعضهم بإصلاح السراج حتى أضاء، فنظروا إلى عبد الله ابن المبارك فإذا لحيته قد اخضلت بالدموع. لما وقعت الظلمة انتقل من ظلمة الدنيا إلى ظلمة القبر، إلى ظلمة الآخرة، فحصلت له هذه الفكرة وذلك التذكر والاعتبار، فكانت له هذه اليقظة فدمعت عيناه حتى اخضلت لحيته من الدموع. فنعم. ومن ذلك أيضا ما حصل للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، العالم الرباني عالم عنيزة الذي قيل فيه أنه أشبه بشيخ الإسلام ابن تيمية، حاز جميع العلوم وتكلم فيها وألف ونظم أشعارا في العلوم، في المصطلح أو في القواعد الفقهية والأصول، وشرح في الأصول، وشرح في البلاغة، وشرح في النحو، وشرح في الفقه، وشرح في العقيدة، وألف فيها وفي الأسماء والصفات، وشرح في المواريث وألف في المواريث. قعد للتعليم دهرا طويلا
حتى وهو يعالج مرض السرطان وعليه القرب والأطباء فوق رأسه في حجرة في الحرم يقيم درسا رحمه الله تعالى حتى توفاه الله بهذا المرض رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى. يقول عنه أحد طلابه، وذكر هذه القصة الشيخ عبد الرزاق البدر ابن الشيخ عبد المحسن العباد مفتي الجزيرة، وهو ما زال حيا متعنا الله به ومد بعمره على الخير والصلاح. يقول هذا الطالب عن الشيخ العثيمين: كان مرة يذكر الله جل وعلا بعد صلاة الفجر فنعس، فلما انتبه جعل يضرب بيده على رجله ويقول: محمد محمد، ينادي نفسه حتى يوقظها ويشحذ همتها للآخرة: يا محمد يا محمد، النار النار، رحمه الله تعالى. فنعم عباد الله، ولذلك ربنا جل وعلا في القرآن العظيم يدعونا إلى هذه العبادات العظيمة، عبادة التفكر وعبادة التذكر وعبادة الاعتبار، وهكذا عبادات عظيمة حتى ذكرها الهروي في كتابه منازل السائرين، يعني السائرين إلى الله، فإن السائر إلى الله ينزل هذه المنازل: منزلة التفكر، التذكر، منزلة الاعتبار، وهكذا حتى يسير إلى الله بالسير الصحيح. وشرح هذا الكتاب منازل السائرين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه القيم مدارج السالكين في شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال الله: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فيوم الحساب الذي هو يوم القيامة ويوم لقاء الله جل وعلا ليكن منك على بال نصب عينيك تذكره بمخيلتك في فكرك. إذا قرأت الآيات تعتبر بها بذكر يوم القيامة، تتفكر في ذلك اليوم الذي ستقدم عليه وستقف بين يدي الله ويسائلك عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير وعن النقير والقطمير. والشهود حاضرة بل هي متكاثرة من تحت قدمك، تشهد عليك الأرض من داخلك، يشهدون عليك الشهود: العينان، الأذنان، اللسان، اليدان، الرجلان. الملائكة تشهد يوم أن تلقى الله جل وعلا،
فحري بنا أن نذكر هذا اليوم، وكثرة ذكرنا لهذا اليوم سبب لنجاتنا في الآخرة، لأنك كلما أكثرت ذكر الله كلما حملك ذلك على التفكر والتذكر إلى أن تستعد للقاء الله، إلى أن تتهيأ بالأعمال الصالحة، تتزود منها للآخرة، تنكف عن المعاصي والغفلة، تزهد في هذه الدنيا، يقصر عندك الأمل فيها فتزداد من الأعمال الصالحة. وكما قال الناظم: ليوم الحشر قد عملت رجال، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إن أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. لذلك انظر كيف كان حال السلف، وهم العلماء العباد الزهاد المجاهدون في سبيل الله، الذين يصومون النهار ويقومون في الليل إلى الفجر. ومع ذلك سفيان يكتب برقعة كتابة يخوف نفسه ذلك اليوم لقاء الله جل وعلا: سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. ولذلك انظر كيف كان حال السلف للعمل لذلك اليوم. ذكر أهل السير والتواريخ كالذهبي في السير، وابن الجوزي في صفة الصفوة، وأبو نعيم في حلية الأولياء ومنازل الأصفياء وغيرهم، ذكروا أن مسروق ابن الأجدع هذا التابعي الجليل أغمي عليه في يوم صائف، وكان صائما، وكانت له بنت أسماها بعائشة أم المؤمنين، فهو من طلاب عائشة، حدث عنها بأحاديث وأخذ عنها علما، فسمى ابنته بعائشة رضي الله عنها، وكان يحب هذه البنت ولا يرد لها طلبا. فنزلت إليه عندما سمعت أن أباها أغمي وأغشي عليه، قالت: يا أبتي أفطر، أنت الآن صائم في يوم حر شديد وقد غشي عليك، أفطر، خفف على نفسك. فقال لها: ما أردت يا بنية بهذا الكلام؟ قالت: أردت الرفق بك يا أبتي، أردت أن أرفق بك. فقال: يا بنية إني أرفق بنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي أنا أصوم هنا وأتعب حتى أرفق بنفسي في ذلك اليوم الطويل الشديد حره القاهر سلطانه. إني أرفق بنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وذكروا أيضا كما ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة في طبقة المتعبدين من التابعين ممن لم يعرف اسمه، فذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج يوما إلى البرية ومعه طعامه، ففرش السفرة، فمر به غلام أسود يرعى غنما، فقال: ها يا راعي يا غلام، تعال وأصب من مائدتنا هذه فكل معنا. فقال له الغلام: إني صائم. فقال له ابن عمر: وفي مثل هذا اليوم الشديد حره، وبين هذه الجبال
وترعى الأغنام وأنت صائم؟ فقال إني أبادر أيامي الخالية، إني أبادر أيام الخالية، أنا أسابق هذه الأيام، أيام الدنيا التي قد تمضي عني، فأستغل هذه الفرصة. إني أبادر أيامي الخالية، والأيام الخالية أيام الدنيا، كما قال الله لأهل الإيمان: هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بما عملتم في أيام الدنيا. ومن ذلك وبه أختم أن رجلا من السلف كان يكثر من التعبد، صيام في النهار وقيام في الليل إلى الفجر وهذه النوافل ويكثر منها. فقيل له إشفاقا عليه: ريح نفسك، ألا تستريح بهذه النفس؟ فقال لهم: راحتها أريد، أنا أتعب هنا حتى ترتاح نفسي في الآخرة. فنسأله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل، أن يختم لنا بالحسنى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.